جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة عاملة لكم مفاجأة، حل للرخام. للمشاكل الرخام وسعر الرخام الغالي وأطوال ومقاسات الرخام. أنا النهاردة هتكلم عن خامة جديدة، يمكن ما تبقاش جديدة لكل الناس بس ممكن تبقى جديدة لبعض الناس. ايه هي الخامة دي؟ الخامة دي البورسلين اللارج تايلز. ايه البورسلين اللارج تايلز دي بتبقى من البورسلين، بيبقى مقاسها ممكن يوصل لغاية 3 متر. اوكي، 3 متر ارتفاع وعرض 1.5 متر او 1.80 متر. طبعا دي كبيرة جدا. اوكي، طيب بتبقى شكلها عامل ازاي؟ في الاغلب الناس بتستخدمها بديل للرخام. في انواع رخام بيبقى المتر واصل ل50,000، يعني بدون اي مبالغة. تمام، يعني الاسعار دي تقدر تشوفها في شقة تعبان. انا مش سعره وهو طاولات. تمام، طيب انا الاشكال دي عجباني بس انا مش هقدر اجيب المتر ب50,000، او الكلاينت بتاعي مش هيقدر يجيب المتر ب50,000، بس ممكن يقدر ان هو يجيب المتر ب4,000 او 5,000 وهو عايز الشكل ده. طيب انا دلوقتي عندي مكانين بيعملوا التايلز اللي هي الكبيرة اللي بيبقى فيها افكت الماربل. طبعا اشهر حاجة عندهم الماربل الكلاكاتا والكرارة، وكمان بيبقى عندهم حاجات اوبن بوك فيبقوا مكملين مع بعض. فانا مثلا اقدر اعمل كلادنج يبقى بورسلين ويديني افكت الماربل. ممكن كمان اعمله في كاونتر توب، هما كمان عندهم احواض. البورسلين احسن طبعا من الماربل في انه يبقى توب، مسامية بتاعه البورسلين والتنظيف وكل الحاجات دي احسن بكتير. طيب بس هو هيبان قوي ان هو بورسلين. انتوا شايفين في الصور اهي قدامكم، يعني لو انا مش قايله ان ده بورسلين اعتقد ان احنا شايفينه ماربل وكده. يعني انا اللي صورتهم فانا شايفاهم في الحقيقه هم عاملين ازاي. لا، لو حد فعلا مش عارف ان هم مش رخام هيعتقد ان هم رخام. طيب ايه مشكلتهم؟ هما للامانه فيهم مشكلتين. اول مشكلة ان هما عايزين حد متخصص فيهم، يعني مينفعش اي حد ينقلهم لان هما سهلين جدا يتكسروا. تمام، فيفضل ان انت تخليك مع الشركة اللي تايلز او ميراج او يعني الاسماء دي، او تعمل سيرش تشوف مين بيبيع اللارج تايلز. سيرا برضو كان في وقت بيبيعوهم. الشركة هي اللي تبقى مسؤولة او تجيب لك حد متخصص في نقلهم. دي اول مشكلة. تاني مشكلة، طب دي اول مشكلة حليناها. تاني مشكلة التركيب، برضو نفس الفكرة، مش اي حد يعرف يركبهم. لو انت عندك صنايعي شاطر هيعرف يركبهم اتس اوكي، لكن لو ما عندكش الشركة برضو بتوفر لك حد تتعامل معاه. توريد وتركيب هو من خلالهم بيوفر لك حد خبرة في الموضوع ده. تمام، لكن الصراحة انا شايفة الحاجة مبهرة جدا. انا ممكن اعمل كاونتر توب، اعمل بيه مطبخ، ممكن اعمل بيه وول كلادنج، ممكن اعمل بيه حاجات كتيرة جدا كانت بتعوقني في الرخام، والموضوع ده سهلها كسعر كخامة كشكل. اتمنى اكون قدرت افيدكم الحلقة دي بمعلومة جديدة. متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد معانا، واشوفكم الحلقة الجاية والى اللقاء.